بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. الناس اللي بتقول احنا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان، خلاص كل سنة وانتم طيبين يا رب ويعود عليكم بالخير كله. نجهز ايه ونشتري ايه؟ عارفين انتوا نظام اللي معاه قرش محيره يجيب ايه ويطيره؟ لا، ده بقى مش هيجيب حاجة ويطيره، ده هيجيب اساس شغله اللي ينفع يستغله دلوقتي قبل ما ندخل في شهر رمضان ويحس بزنقه وان فلوس الخامات مش مقضيه. تمام؟ ده غير حاجه كمان. الحلو في الموضوع ده ايه؟ ان احنا هنلحق السعر قبل ما يولع. يعني ساعات اول ما ندخل في رمضان السعر اول رمضان حاجه، والسعر في نص رمضان حاجه، واخر رمضان حاجه. طبعا بتكلم الكلام ده على مين؟ على السمنه والزبده والمكسرات. مش بتكلم على السمنه العاديه ولا الزبده العاديه، بتكلم على السمنه البلدي والزبده نيوزيلندي والمكسرات. تمام؟ لما بندخل بنلاقي الدنيا ولعت. ممكن تبقي شاريه في اول رمضان بسعر، تيجي اخر رمضان تشتري بسعر تاني وما تسالينيش ليه. بس هو المشكله كلها فكره العرض والطلب. فانت بقى بتيجي قبل فكره العرض والطلب وتيجي شاريه حاجتك وحطاها. طيب اشتري ايه من دلوقتي وما اشتريش ايه من دلوقتي؟ هي دي الحته اللي انا طالعه احكي لك فيها النهارده. تمام؟ تمام. اول حاجه، اوعي تروحي تشتري دقيق من دلوقتي. مش متاح خالص. تمام؟ لا دقيق عادي ولا دقيق سميد، ممنوع. الحاجات دي كلها تيجي انتاج جديد. تيجي انتاج ايه جديد؟ تبقى صلاحيه جديده، اخده حاجه انتاج جديد لسه ما لحقتش تتركن وتتخزن في المخزن، او تبقى موجوده في شكاير على بلاط، او تاخد رطوبه، او الكلام ده كله مش عايزينه. فعايزين دقيق يبقى انتاج جديد، ودقيق سميد عشان خاطر البسبوسه برضو انتاج جديد. انا عن نفسي بستخدم دوبيلا، بس في اصناف كتيره موجوده في السوق حلوه. في دوبيلا وفي الكوثر وفي كتير، وفي الضحى طبعا ممتاز، وفي حاجات كتيره حلوه. تمام؟ فاللي انت بترتاحي فيه اشتري فيه. ما بشتغلش خالص بدقيق السميد بتاع العطار. ليه؟ عشان مره بيظبط وعشرة لا. مره تلاقي البسبوسه زي الفل وشربت العسل وقمر، ومره تانية تلاقيها محجره وهي عملت كده ليه؟ طب ما انا دايما على طول بعملها بنفس الطريقه دي، ده انا ما غيرتش حاجه في المقادير. هو ده انها مش مضمونه. انما بتاعه الشركه مضمونه ومعروفه ومتعوب عليها. عشان كده تلاقي كيلو دي السميد هنا عند العطار بقد كده، وكيلو دي السميد المحترم بقد كده. تمام؟ تمام. تاني حاجه، يبقى اول حاجه ما اشتريهاش هي الدقيق. الدقيق ممنوع اشتريه دلوقتي، والبيكنج باودر برضو ما بيتخزنش برضو، واحبه يبقى انتاج جديد، ودي السميد كمان انتاج جديد. طيب ايه اللي ينفع اشتريه من دلوقتي والصح ان انا اجيبه من دلوقتي؟ اروح الاول اسال على محلات محترمه تكون بتديني اسعار حلوه زي العطارين الكبار. تمام؟ محلات المستلزمات الكبيره اللي انا عارفه ان هي بتجيب يد اول. يعني ايه يد اول ويد تاني ويد تالت؟ يعني محل بيجيب حاجته من المورد نفسه. تمام؟ يعني هو من اول اليد اللي بتمسك الايه الحاجه، ويبتدي هو بقى يوزع على القطاعي. ما اروحش انا اشتري من القطاعي، ما لسه القطاعي هيحط مكسبه عليه، فانا ليه هشتري من مكسب من مكسب من مكسب؟ طب انا اشتري من اول يد. اذا حتى لو انا مش من القاهره، اجي احدد كده يوم اتوكل على الله واروح العتبه، اروح الاماكن اللي انا عارفه ان شاء الله هلاقي فيها ناس بيدوا حاجات باسعار كويسه، وابتدي اتارجت عليهم، اجيب من عندهم السمنه البلدي، واجيب من عندهم زبده نيوزيلندي. الزبده النيوزيلندي في ناس شاريينها ب 600، في ناس شاريينها ب 750. شايفه الاسعار عامله ازاي؟ عشان بس تبقي عارفه، واحنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم وما دخلناش في رمضان. فالحاجه دي لو انا بشتغل بيها بزبده بلدي او بسمنه او بزبده نيوزيلندي، بجيب حاجتي من بدري وبعمل فيها ايه؟ بحطها في الثلاجه او حتى بره الثلاجه. احنا الدنيا كويسه والجو شتاء، فما فيش ما يستدعي ان انا اسيبها بره. تمام؟ يعني حتى مش هخاف عليها، يعني اوكي مش هتسيح ولا اي حاجه. فالزبده والسمنه دول اكتر حاجه بتشتريهم دلوقتي. ليه؟ اول حاجه بتجمدي فلوسك فيهم. بتجمدي فلوسك فيهم. انت عشان تروحي تجيبي لك 4 5 كيلو سمنه على 4 5 كيلو زبده، الموضوع دخل في 5000 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما اشتريناش اي حاجه خالص، ده سمنه وزبده بس. طيب دي اول نقطه. الشيء بالشيء يذكر. في ناس جابت زبده نيوزيلندي من محلات مش هقول هي ايه، على اساس انها زبده نيوزيلندي بس نازله بسعر كويس وحكايه وروايه، وكان سعرها غالي برضه 350 جنيه، بس طبعا النيوزيلندي باكتر من كده بكتير.
وبعد ما جابوه واستخدموها الدنيا باظت. ليه الدنيا باظت؟ لان للاسف الزبده دي طلعت بايظه مضروبة. يعني ايه مضروبه؟ يعني خليط الحليب او كتير، شرش اللبن فيها كتير، بمعنى اصح ما غلتش على النار وفصلت، دي كلها حليب في زبده. ايه اللي حصل؟ الناس عملوا بيها سينابون، الناس عملوا بيها اكلير، الموضوع كله طلع معجن. الطبقه اللي من بره من السينابون مستويه، بس من جوه كله معجن معجن، وكانه ما طالوش حراره، والخميره اصلا ما اشتغلتش. ليه؟ عشان سريعا برضو موجزا كده، الزبده عباره عن ايه؟ الزبده عباره عن ماده دهنيه وحليب. الحليب بيقعد يقصر 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 على النار، يقصر يعني يغلي يغلي لغايه لما يتبخر، ويفضل معاكي الماده الدهنيه. الماده الدهنيه دي اللي هي الزبده. الزبده البايظه بتبقى ايه؟ بتبقى عباره عن خليط بين ميكسين، ده وده، ونسبه الحليب فيها عاليه. نسبه الحليب بتكون فيها عاليه. لما نسبه الحليب بتكون فيها عاليه، تيجي تسيح في الفرن، ايه اللي يحصل؟ الحليب يفصل، ينزعجن، شغل من تحتها الحراره. تمام؟ لما تسيح تفصل معايا زيت، عامله شبه شرش الجبنه. تمام؟ ومعكر. لما الاقي فصلت ميه وفصلت ماده دهنيه فوق الوش، والماده الدهنيه دي والميه دي عماله تغلي او تتبخر، فعماله تطرقع تطرقع كانك حطيتي ميه في زيت. تمام؟ اعرف دي ساعتها ان دي ايه؟ مش تمام. تمام؟ فدي ايه؟ دي اهم حاجه تاخدي بس بالك منها. والتاني حاجه، في حاجه عايزه اقول لك تشتريها بدري، بس خايفه عليك عشان انا عارفه ايه اللي هيحصل. تمام؟ الناس العاقله، الناس العاقله كده، الراسيه التقيله اللي عارفه مصلحتها ومصلحه شغلها وبتراعي لقمه عيشها، تشتري المكسرات من بدري. تمام؟ اشتري مكسراتي من بدري، اشوف مثلا هجيب لي نص كيلو من كل حاجه، بس طبعا الا البندق. البندق احنا كلنا مقاطعينه لغايه لما سعره ينزل. خدي لك نص كيلو عين جمل، نص كيلو كذا، نص، على حسب استخدامك في البسبوسه والقطايف والحاجات دي كلها. وبرده بتشيلي جزء كبير عشان خاطر البيتي فور والسابليه بتاع رمضان. تمام؟ تمام. الناس بقى، الناس اللي ما بتراعيش اكل عيشها، ماشي، ومش عارفين مصلحتهم، تمام، ما يشتروش مكسرات من بدري. ليه؟ عشان بنحطها في التلاجة ونفضل رايحين جايين رايحين جايين، نمسي عليها كل شويه، نبص نلاقي الدنيا مش لطيفه خالص، والحاجه خلصت قبل ما الموسم يدخل علينا من الاساس. تمام؟ فالناس اللي زي حالتي ما تعملش كده. استاذنكم بس لايك علشان البث يوصل لاكبر قدر من الناس. لسه ما جتش، الناس لسه مش عارفه ان. تمام؟ فمن فضلكم بس حاجه كمان، المكسرات يا روعه لو جبتها بدري وانا ست جدعه ومش هاكلها وهحترم ان ده لقمه عيشي وهحطها في الثلاجه، اعمل فيها ايه؟ اول ما اجيب المكسرات احمصها. اول ما اجيب المكسرات احمصها. طبعا ببقى جايب مكسرات طازه، بعرف ازاي ان هي طازه؟ ما عندكيش حاجه غير انك تشميها. المكسرات لازم تتشم كده، تعرفي ان ما فيهاش ريحه زنخه وان ريحتها جميله. اعرف دي كده مكسرات تمام، اخد واحده وادوقها. تمام؟ قبل ما اشتري، عشان اعرف ان الدنيا تمام. اخد مكسراتي دي افردها في الصاج وادخلها تتحمص، وحسك عينك تسهي عن الفرن والمكسرات بتتحمص، لان الغلطه فيها بتزعل. الغلطه فيها بتزعل. تقليب تقليب تقليب، مجرد ربع ساعه تلت ساعه هتلاقي المكسرات بقت تمام. هتطلعيها تسيبيها تبرد تماما، وبعدين تحطيها في اكياس وتقفلي وتدخلي في درج الثلاجه وتحفظي في الثلاجه. في الثلاجه مش هتطرى، بالعكس بتحافظ على قرمشتها وبتحافظ على ريحتها وعلى التحميصه بتاعتها. تمام؟ تمام. اجيب ايه تاني؟ ممكن تجيبي صوصات اللي هي زي مين؟ زي الحاجات بتاعه النوتيلا واللوتس والمربى الحليب والفستق والليله دي كلها ممكن تيجي، مفيش فيها مشكله. تمام؟ اولا صلاحيتها محترمه وبتقعد سنه، فانا حتى مش خايفه عليها ان هي تبقى انتاج قديم انتاج حديث، ما عنديش مشكله. اهم حاجه عندي ما تحطيش عليها زيت غير ساعه الاستخدام. تمام؟ علشان حتى احيانا لما بيكون الزيت كويس، بس لما بيضاف على الحاجه بيعمل ريحه زنخه، فتاخدي بالك من الجزئيه دي. ايه كمان؟ ايه كمان؟ الشربات. ممكن ناس، طبعا عسل الجلوكوز طبعا هاتيه واركنيه على جنب، الزبيب، جوز الهند، الكلام ده كله في الثلاجه، كله في الثلاجه. تمام؟ طيب، الجزئيه الشربات، هل ممكن اعمل شربات مثلا بكميه واسيبه في الثلاجه عشان لما اتوكل على الله اشتري حلويات شرقي وكنافه وبسبوسه الاقي عندي شرباتي جاهز؟ طبعا ممكن تعملي 5 6 كيلو سكر مره واحده وتظبطيهم. طبعا خدي بالك عشان ما يسكرش معاكي، وتبقي عارفه خطواتك صح، وتعمليهم في علب او في ازايز
نازله كده في ميه سخنه عشان خاطر تبقى متعقمه وزي الفل، وتطلع تنشف وتكبي فيها الشربات وتستني لما يبرد تماما تماما تماما، وبعدين تغطيها عشان ما تشبرش على الغطا، فينزل البخار ده تاني جوه فيبوظها لك او يحمضها لك، وبعدين تدخليها الثلاجه وقت استخدامك تطلعيها وتشتغلي بيها. طيب ممكن اعمل ايه برضو يسهل عليا الشغل في رمضان؟ الناس اللي بتشتغل الكنافه في كبات، طبعا كتير مننا بيشتغلوا الكنافه في كبات وبولات وعلب اكليريك والحاجات دي كلها، يعملوا ايه؟ بجيب الكنافه بتاعتي، ممكن اجيب كميه كبيره ويبقى عندي جردل كده كبير ده خاص للكنافه، اجيب الكنافه بتاعتي وادخلها الفريزر وافرفطها تاني يوم لما تتجمد، وابتدي ان انا اقلبها في الزيت والسمنه. مش بحب اعمل سمنه بس، زيت مع سمنه عشان بيديها قرمشه حلوه ولون حلو، السمنه بس مش بتدي نفس القرمشه بتاعه الزيت والسمنه، بحط نص زيت ونص سمنه واقلب على الكنافه، ولما تتحمر كويس قوي 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 احطها برده في، اجيب بقى الجردل ده واحط فيه كيس محترم كده من جوه، واحط كنافتي دي بعد ما خلصتها وبردت تماما اقفل عليها بالجردل. خلص جالي كبات، اطلع جردل الكنافه المقرمش كده كده واحط، ويبقى مجرد الايه البيستري اللي عليه والصوص والحكايه والروايه، فتبقى الدنيا في المرتاح، ما تبقيش مضغوطه. فهماني؟ يعني انت دلوقتي بتجهزي للايام دي، فعشان ما تبقيش مضغوطه لا في فلوس ولا في شغل، من اهم الحاجات اللي بتجيبيها لشغل رمضان سواء شرقي او نواعم عيد هي العلب بتاعه التغليف، كباتك، فوانيسك، البولات الاكليريك، البولات البلاستيك، كل ما هو بتاع تغليف لا بياكل ولا بيشرب ولا بيحمض ولا صلاحيته بتبوظ وانا حطاه في درج المطبخ وقافله عليه او حطاه في دولاب وقافله عليه، اجيبه هيريحني وسعره هيبقى حلو ومرتاح. خاصة الحاجات الإكليريك معدية، يعني كل ما كبرتي في الحجم كل ما سعر البولة بقى مكلف. أهم حاجة عندي بس إن تحافظي عليها من الكسر، يعني إيه؟ لما تيجي تعينيها تحطيها في مكان وتقفلي عليها، ما تسيبيهاش للأطفال يلعبوا بيها، لأن تك وقعت البولة على الأرض الإكليريك اتشرخ بالسلامة، خلاص 40 جنيه و45 جنيه في البولة الكبيرة راحت بسبب إن هي اتشرخت. بس ده بالنسبة للجزئية دي.